بصوا والله انا ما انتوا الصوره مش مديه او الفيديو مش مدي الهرم حقه. 62 متر ارتفاع، 62 متر، حاجه فوق الخيال. انتوا مش متخيلين انا مرجع الكاميرا بالمناسبه. انتوا مش متخيلين، ممكن تقيسوه بقى بالنسبه للناس اللي واقفه تحت، بس انا عايزكم تتخيلوا الهرم قد ايه عالي. وكمان يقال ان ده اقدم من الاهرامات المصريه القديمه المعروفه اللي هي خوفو وخفرع ومنقورع. يعني احنا بنقف قدام الاهرامات بنعجز ازاي بنوا ده ويعني طب ده في الاسره الثالثه عهد نحاسي وحاجه كده، وزوسر كان بيجيب النحاس من سينا بلدنا طبعا. لما باجي عند اي هرم او باجي عند اي اثر دايما بتلاحقني قصيدة صلاح جاهين بتاعت على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، حبها بقوة وبرقة وبعنف وعلى استحياء، والعنها واكره ابوها بعشق زي الداء، وتبقى فيها ضرب وابقى في ضرب، وتلتفت تلقاني جنبها في الكرب، والقلب يرقص على 1000 نبضة وضرب على اسم مصر. برضو احمد فؤاد نجم قال كل عين تعشق حلوة وانت حلوة في كل عين يا حبيبتي انا قلبي عاشق. واسمحي لي بكلمتين يا اخوانا، لو مش مصر اعظم بلد في الدنيا، انا عايز اقول لكم ان كده بنروح لاهرامات دهشور، والناحيه التانيه الجيزه السرابيوم، المكان عالي مرتفع بشكل اللي يخوف رهيب. الحجر عامل ازاي ومرصوص ازاي، وكان بيدهن احجار جيريه ازاي، شكل المعابد من بعيد. استمتعوا ببلدكم، بلدنا اعظم بلد في التاريخ واقدم بلد في التاريخ. انا بشفق والله على الناس اللي بتحاول تسرق عظمه بلادنا او تنسبها ليهم. لازم بلد بالعظمه دي لازم الناس كلها تحسدنا عليه. انا بقدرك كانسان، بقدر وجودك كانسان، لكن انا بحب بلدي وبحترمها اكتر. مصر اقدم بلد في الوجود واجمل بلد في الوجود، لو مش مصر هتبقى مين؟ يلا نكمل مع بعض بقى بعدين.